ارفع ثقتك بنفسك، ما تخليش نظرة الناس اللي حواليك تدمرك او توقعك، وخليك عارف ان المحارب مش اللي بيحارب بسلاح، المحارب اللي بيحارب افكاره السلبيه، وكمان بيحارب عشان يكون هو في مكان افضل من اللي هو فيه دلوقتي. كل فكره سلبيه بتدخلها عقلك هي مسؤوليتك، وبرضه مسؤوليتك انك تتخلص منها. دايما اسال نفسك، انا ايه اللي بيخليني ان حاسس ان عايش؟ او ايه اللي انا بعمله دلوقتي هيخليني كمان 5 سنين فخور بنفسي؟ والسؤال الاهم، ايه اللي انا بعمله دلوقتي يخليني لما اقف قدام ربنا اكون فخور باللي انا عملته؟ واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الثقه بالنفس حاجه عشان تحلها لازم تقف مع نفسك وقفه كويسه، لازم تقف مع نفسك بكل بساطه وتحلل السيتويشن اللي انت فيه دلوقتي. انا ايه الحاجه اللي انا بخاف منها او اللي حاسس ان هي عامله لي مشكله في حياتي وهو ده اللي مؤدي لعدم ثقتي في نفسي؟ احاول اشتغل عليها، اتعلمها وامارسها او اتمرن عليها باستمرار، هلاقي نفسي اتقنتها. الموضوع بسيط ومش صعب، مفيش حاجه اسمها مستحيل. طيب كل اللي فات ده كلام نظري وجميل، انا اقدر بقى استفاد ازاي من الفيديو ده؟ انا هقول لك. انت هتجيب ورقه وقلم وهتكتب لنفسك 3 انجازات يوميه مهمين بالنسبه لك، حتى لو حاجه بسيطه جدا، وكل ما تحقق فيهم انجاز تعلم علامه صح عشان تفرح ان انت انجزت الحاجات دي. الحاجات دي هتزود ثقتك بنفسك. حاجه كمان، بطل تتكلم مع نفسك بطريقه سلبيه. انا فاشل، انا ما اقدرش اعمل كده، انا ماليش قيمه، انا هفضل طول عمري كده. الرسائل اللي انت بتبعتها لنفسك دي، سواء بتفكر فيها او بتتكلم فيها مع نفسك بصوت عالي او بتتكلم فيها مع حد وتقول له الكلام ده، الحاجات دي هي سبب فشلك، هي سبب عدم احترامك لنفسك. اتعلم اي حاجه جديده هتزود ثقتك بنفسك. لغه مثلا اتمرن عليها هتلاقي نفسك اتقنتها. اي حاجه عايز تتعلمها امشي بال3 خطوات دول، هتلاقي نفسك انت فرحان وسعيد جدا بنفسك. احترم نفسك وحبها مهما غلطت ومهما فشلت، مهما كان التطور بتاعك بطيء مقارنه بالناس اللي حواليك. دايما حط لنفسك الاهداف بتاعتك انت وبس، ما تشوفش اي حاجه تانية، واحتفل بانجازاتك لما تحقق حاجه فيهم. وهو ده اللي هيوصلك بثقتك بنفسك، وهو ده اللي هيوصلك باحترامك بنفسك، وهو ده اللي هيوصلك للنجاح في حياتك. وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ بفيديو يحفزك. السلام عليكم.